مرحبا بجمهورنا المحب للدراما الهندية. نحن سعداء جدا بتواجدكم في هذا الفيديو الجديد الذي يحمل المشاهد واللحظات الرائعة من مسلسلاتنا المفضلة. نحن نرحب بكم جميعا ونأمل أن تستمتعوا بالفيديو وتستفيدوا منه. شكرا لكم على تواجدكم معنا ونتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا. النجوم فقيه التي كانت جزءاً من العرض لمدة 6 سنوات قد تركت العرض. ستنضم إلى برنامج المخاطر، ولكن الممثلة تقول أنها لم تترك القدر لأن خاطرين عرضوا عليها، إذ قررت منذ فترة القيام بذلك. تم اختتام العرض الذي استمر 20 عاماً بقفزة كبيرة، وذلك هو السبب وراء تحرك النجوم للأمام. قالت النجوم: ظن أن القصة وصلت إلى مرحلة حرجة، حيث أصبح من الضروري إدخال شخصيات جديدة وفصول جديدة. استغرق العرض 6 سنوات لتقديم قفزة زمنية تمتد ل20 عاماً، ولقد كان هناك حاجة ماسة لتطوير العرض. والآن بعد القفزة الزمنية، أشعر أن شخصيتي شروشتي التي لعبت دورا قويا على مدار السنوات الماضية لم يعد لديها الكثير لتقدمه. ما زالت شخصيتي قوية، ولكن بعد الزيادة في العروض أشعر أن حان الوقت لإتاحة الفرصة للشخصيات الجديدة للتألق. الأمور الجيدة لا تستمر إلى الأبد، وهو الوقت المناسب للمضي قدما بنهج إيجابي. بعد أن انتقلت الممثلة إلى عرض آخر، أدلت بالقول: أنا ممتنة للإنتاج والفريق الإبداعي على منحي هذه الفرصة للتعبير عن ذاتي واكتشاف قدراتي. لاحظ بشكل متكرر أن الممثلين يعودون إلى عروضهم بعد الاستقالة، ولكن النجوم تنفي ذلك تماماً. تقول: أنني أقوم بالفعل بخدمة فترة الإشعار الخاصة بي، ولكن إذا احتاجنا الصناع بأي وقت فلن أفكر مرتين. أخبروني في تعاليق، هل انسحاب نجوم فقيه من مسلسل سيؤثر على نجاحه؟ لا تنسوا الاشتراك في قناتنا عبر الضغط على زر اشترك الموجود أسفل الفيديو. نحبكم.